أعزائي المشاهدين، دوما يتجدد اللقاء على قناة مريم الكارمي. اليوم نلتقي وحلقة جديدة من برنامج قصة وعبرة، نرجو أن تنال إعجابكم. الرجل الذي تجاوز الله عنه لتجاوزه عن عباد الله. كان هناك رجل صالح يتاجر، وكان يحمل قلبا رحيما، فكان يعطف على الفقراء والمحتاجين ويقرضهم من أمواله ويصبر عليهم. وفي يوم طرق بابه رجل وطلب منه أن يقرضه مبلغا من المال ليتاجر به، فأعطاه كل ما يريد وحدد معه موعدا لسداد الدين. وجاء رجل آخر فطلب منه أن يقرضه مبلغا ليتزوج به، فأعطاه وحدد معه موعدا لسداد الدين. وجاءه ثالث وطلب منه أن يقرضه مبلغا ليدفع به تكاليف العلاج لأمه وأبيه، فأعطاه وحدد معه موعدا لسداد الدين. وهكذا جاءه عدد كبير من الناس فاقترضوا منه وحدد معهم موعدا لسداد الدين. ولما جاء موعد سداد الدين أرسل غلمانه ليجمعوا له أمواله، وأوصاهم وصية عظيمة، فقال لهم: إذا رأيتم رجلا معسرا لا يستطيع أن يدفع ما عليه فتجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا. فكان يتجاوز عن الناس فأكرمه الله بسبب ذلك، فتجاوز عنه وأدخله الجنة.